بالمختصر المفيد حبايبي، شلون اعرف القفص اللي عندي بيفاش؟ اول نقطة اجيب ورقة بيضة. ثاني نقطة اخلي الورقة البيضة داخل القفص. ثالث نقطة اطفي الضوء. ورا ما طفيت الضوء ارجع بساعة زمان راح القى حشرات بداخل القفص، يعني القفص اللي عندي بيفاش. شلون اعالج القفص اللي بيفاش؟ اجيب لي اورنيش واجيب لي مبيد حشري حبايب. ابدي عاد انا وراها شو اسوي؟ بالاورنيش اقطر قطرات بفرشة بالزروف مال القفص كليته، زروف زروف. راح يبدي الفاش ورا تقريبا دقايق يصعد. ورا ما يبدي الفاش اللي عندي يصعد اجيب مبيد حشري وارش القفص اللي عندي كليته. وراها اشر القفص اللي عندي على الشمس يومين. وراها اغسل القفص اللي عندي بزاهي. وراها يلا رجع الطير اللي عندي بداخل القفص. انتهينا من موضوع القفص. لازم انت تعالج القفص اللي عندك وبعدين تعالج الطير اللي عندك بعد القفص. راح تقول لي شلون اعالج الطير اللي عندي بعد القفص؟ اروح لاي دكتور بيطري عندي اجيب قطرات مال فاش. شلون اسوي قطرات مال فاش؟ هاي نوعية تركية. اخلي قطرتين مال فاش، واحدة برقبة الطير والثانية بالغدة الدهنية مال الطير. وتحياتي للجميع بالمختصر المفيد.